خالي، تدري الحماس استوى بدي شنو يا خره؟ ايش جاي تحكي انت؟ بابا انت نايم؟ غير رمضان حيجي، راح نرجع لعالم السهر والمسلسلات، هاي الايام الحلوه معقوله ما تتذكرها؟ طبعا ما راح تتذكرها، تدري ليش؟ لان رمضان كان ويا المدرسه، فانت اكيد المدرسه كانت مطيحه حظك، وجمالها برمضان شهر الخير والعطاء، فمن الطبيعي عقل الانسان يحاول ينسى الاشياء السلبيه، ولذلك حذف رمضان من عقلك وياه. المهم نرجع لموضوعنا. قبل سنة تقريبا نزلت مقطع عن خصوص هذا الموضوع. المهم العام صارت حملة كلش قوية، الغاء الدوام برمضان، صناع المحتوى يصيحون ارفعوا هذا الهاشتاج خلي يلغون الدوام برمضان، واحنا عندنا امل الدوام راح يلغي، والثالثة ضربونا بوري وشقوا حلوقنا وخلونا نداوم غصبا علينا. وحاليا جاي على التيك توك واشوف هاي الحملات رجعت، وهنا ادركت انه رمضان ما بقى لش، وادركت انه انا راح اكل جد الخرا، لكن انا جاي اقول حتى الخرا ما راح اقدر اكلها، وهذول اللي يقولون ارفعوا هذا الهاشتاج حتى يلغون الدوام بعد ولا اشارك وياهم، لان هاي السالفة صارت حتى العام والقبل العام، وانا حضرت جنابي من العام وغسلت ايدي من وزارة التربية، لان ما راح يلغون الدوام لو يجي هبل، فرسالتي لصناع المحتوى قعدوا واستقروا ولا تعبوا نفسكم، نشروا محتوى هابط ولا تنزلون هاي الحملات. هسه تاكدت من وزاره التربيه لو تصير حرب نوويه ما يلغون الدوام بالنسبه لهم فشي مقدس، تحس ان اكو ديانه خاصه بوزاره التربيه يعبدون الدوام، الله وكيلكم ماكو هيجي، طلعوا اخطر من الماسونيه، هدفهم تدمير الطالب. فرسالتي لك اذا شفت فيديو بالتيك توك يحكي على الحمله لا تشارك، لان صدقني بعدين راح تشوف شكلك هيجي. فاي شخص تشوفونه يحكي على الحمله قولوا له الله يشفيك وبس، باي.